ايه هو احسن نوع علف موجود في السوق المصري اجيبه وانا مطمن؟ مبدئيا كده السلام عليكم ويا رب تكونوا جميعا بخير. السؤال ده يعني بتسأله كتير جدا وناس كتير جدا تقعد تقول لك ايه افضل نوع علف وانت بتشتغل بعلف ايه وكده. هو طيب خليني اقول لك دلوقتي كده، مفيش حاجه اسمها ان انا اقول لك اسمع نوع علف معين. ليه؟ لان ببساطه شديده انا النهارده اللي يفرق بالنسبه لي ما بين علف والتاني هو معامل التحويل بتاعه. انا بشوف النهارده العلف اللي انا بجيبه ده وباكله بيديني معامل تحويل قد ايه، وابدا ان انا بعد كده اقيم العلف ده كويس ولا لا. طيب وايه تاني غير معامل التحويل؟ المعوي بتاعه، يعني هل العلف ده بيعمل لي مشاكل معويه ولا لا؟ لان برضو دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي. يبقى انا كده دلوقتي ما فيش حاجه اسمها ان حد يجي يقول لي لا اصل العلف الصيني هو احسن علف، اصل العلف المصري سيء، اصل ما اعرفش علف ايه. لا يا باشا، الكلام ده كله كلام يعني ملوش اي اساس من الصحه. انا النهارده احكم على العلف عن طريق الحاجتين اللي احنا ذكرناهم دول، معامل التحويل بتاعه والمعوي بتاعه عامل ازاي. الاتنين دول تمام، بس خلاص يبقى انا كده العلف ده بتاعي كويس. طب هتيجي تقولي لا اصل في نسبه سموم، اصل الاعلاف بتفرق عن بعضها. لا بص، خليني اقول لك بقى ان جميع الاعلاف بلا استثناء فيها نسبه سموم. يعني ايه الكلام ده يا عم محمود؟ جميع الاعلاف بلا استثناء فيها نسبه سموم. تمام كده. ليه فيها سموم؟ لان ببساطه شديده جدا انت النهارده دلوقتي ماشي، الاعلاف دي السموم دي بتجيلها من المحاصيل الزراعيه. يعني انا النهارده دلوقتي العلف ده هو معمول منه ايه؟ محطوط فيه ذره، كزب، فول، صويا، كل الحاجات دي محاصيل زراعيه. فالنهارده اي مزارع بيحط للمحاصيل الزراعيه بتاعته ديت مبيدات حشريه عشان خاطر الحشرات الزراعيه ما تبوظلوش الزرعه بتاعته. وبعد كده الحاجه دي لما بتروح المصانع بتاعت الاعلاف عشان تتصنع طبعا ما بتتعقمش منها، فهو ده اللي بيعمل السموم. طب انا بقى عشان اتجنب الموضوع ده اعمل ايه؟ دي بقى نصيحة مني ليك، ايا كان ايه العلف اللي انت بتديه، ادي كل 7 ايام 3 ايام مضاد سموم ومنشط كبد وغسيل كلى. يعني هيبقى عندي مثلا في اليوم الثامن التاسع العاشر، اليوم التمنتاشر التسعتاشر العشرين، اليوم التمانية وعشرين تسعة وعشرين التلاتين، كل 7 ايام ادي 3 ايام مضاد سموم ومنشط كبد وغسيل كلى عشان اتجنب السموم دي. لكن تيجي تقول لي ان في علف ما فيهوش سموم، اقول لك لا، مفيش حاجه اسمها كده، لان هو في الاخر متصنع من محاصيل زراعيه هي واخده نسبه من المبيدات الحشريه. اتمنى اكون فدتك. سلام.